النهارده هكلمك عن 10 ساعات كاسيو، يمكن كلهم احلى من بعض ولكن الاذواق هتختلف ما بين شخص والتاني، فانت شوف ايه الذوق اللي هيناسبك وشوف ايه الساعه اللي هتحبها في ال10 ساعات اللي هنتكلم عنهم في الفيديو ده. اول ساعه معانا جي شوك دي دبليو 5000 ار. الدي دبليو 5000 ار هي اعاده اتقان عصري لساعات الجي شوك اللي نزلت سنه 1983، بس الساعه دي ما اتعملتش تقليد والسلام. كاسيو زودت فيها السكرو باك ستيل كيس واضاءه ليد حديثه وكمان احدث وحده جي شوك. الساعه لسه فيها نفس الروح القديمه، الشكل المربع والاطار الاحمر حوالين الشاشه، والساعه مقاومه للميه لغايه 200 متر بس بخامات وتصنيع جاي من المستقبل. كاسيو اي كيو بي 1100. تعال بقى نعدي على اللي بعده ونغير شويه من الستايل الرياضي للستايل الكاجوال والفورمال حبتين. اي كيو بي 1100 هي رد كاسيو على الناس اللي عايزين حاجه تك بس في نفس الوقت عايزين يلبسوها في اجتماع او في شغل. سمك الساعه 8.9 ملم بس، وده خرافي بالنسبه لساعه فيها شحن شمسي وبلوتوث وتوقيت عالمي. الساعه حقيقي شكلها زي شكل الساعات بتاعت السباقات الهاي اند. رقم 3 البرو تريك بي ار جي 3500. لو عايز نفس الوظائف بتاعت الرانج مان بس في جسم اخف واسهل في اللبس، فموديل البرو تريك هيكون هو البديل الافضل. يعني مثلا البي ار جي 3500 فيها نفس التريبل سنسور، التيميتر وباروميتر، بوصله، وكمان بيانات غروب وشروق الشمس. وفوق كل ده كمان في موديلات منها فيها بيانات المد والجزر والقمر، وطبعا الشحن شمسي، يعني مش محتاج تشغل نفسك بالبطاريه خالص. والشاشه بتاعتها واضحه جدا وفيها اضاءه ليد قويه. سلسلة البرو تريك معمولة لعشاق المغامرة اللي عايزين أداء قوي بس. سعر الساعة 200 ل 250 دولار وبيختلف على حسب الموديل والخامة. فلو انت شخص بتحب الطبيعة أو بتحب المغامرة أو لو حتى بتحب الستايل المختلف، فسلسلة البرو تريك هتديك كل البيانات وكل الحاجات اللي انت حاببها في شكل خفيف ومريح وستايل كمان.